أهلا وسهلا بيكم. أحمد كنديل معاكم في حلقة كرة القدم المصرية. النهاردة إن شاء الله الدوري المصري هيبتدي الساعة 6 مساء بمباراة بيراميدز ووادي دجلة. طبعا نادي بيراميدز هيسعى للفوز ليحقق حلمه وهو الفوز بالدوري المصري. أما عن وادي دجلة هيحاول على الأقل التعادل، وبكده هيبقى حقق نتيجة مرضية جدا ليه. الساعة 9 مساء في مبارتين، في مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، مباراة صعبة وكل نادي هيسعى للفوز لتحسين مركزه في الدوري مبكرا. أما المباراة الأهم والمنتظرة النهاردة هتكون بين نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا. في الحقيقة هتكون المباراة صعبة جدا على الفرقتين، خصوصا الزمالك اللي عمل صفقات كتيرة عشان يقدر ينافس على الدوري، لأن جماهير نادي الزمالك مش هترضى بأي نتيجة غير الفوز النهاردة. على الناحية التانية سيراميكا من الفرق التقيلة واللي مش سهلة بقالها كام سنة، إذ ما كسبش النهاردة هيسعى للتعادل على الأقل. يا ترى توقعاتكم للماتشات النهاردة إيه؟ قولوا لي توقعاتكم في التعليقات، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو انت شايفني على اليوتيوب تشترك في القناة، لو شفت الفيديو ده على الانستجرام او التيك توك يا ريت ما تنساش تعمل لي فولو. احمد كنديل كان معاكم النهاردة في حلقة كرة القدم المصرية، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم.